بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إيه اللي ممكن يكون بيزود إحساسي بالضيقة؟ الحقيقة الضيقة موجودة، لكن ممكن إحساسي بيها يكون خفيف أو متوسط أو تقيل. من أكتر الحاجات اللي بتتقل على الإنسان إحساسه بالضيقة هو كلام الناس اللي حواليه. الناس كلها بتتكلم عن اللي احنا فيه، كل الناس، وبتتكلم بلسان الحسرة مش بلسان الأمل. بمعنى أنا فاكر مرة حد وأنا باخد اعتراف بيقول لي: أنت عارف يا أبونا البيضة بقت بكام؟ ب4.5. المعترف اللي بعديه قال لي: عارف يا أبونا البيضة بكام؟ بقت 4 جنيه و75 قرش، 5 إلا ربع. خلي بالكم دول رجالة، يعني عادة الستات هي اللي بتتكلم عن الأسعار، لكن كون إن الرجالة تتكلم والناس طول ما هي قاعدة في الأتوبيسات وفي بيوتها بتتكلم، الصورة بتسود أكتر جوه قلوبنا، لأن ما بيبقاش فيه بريق أمل. وده تاني سبب إن الناس فاقدة الثقة في بكرة. يبقى عندي سببين: الكلام، نمرة 2 فقد الثقة في بكرة. 3 عدو الخير. عدو الخير ده اللي عاوز يقلقنا ويوجعنا ويشتتنا ويقلل إيماننا في ربنا، يستغل الظروف الوحشة، لأن زي ما بيقولوا في المثل العامي بيصطاد في المية العكرة. فين ربنا؟ هو ربنا كده صنع الخيرات؟ أمال لو ما كانش ربنا صنع الخيرات كنا رحنا فين بقى؟ ده احنا في مجاعة، احنا مش في أزمة اقتصادية، ده احنا في مجاعة. طيب نعمل ايه؟ وربنا يا سيدي بيتفرج. ربنا هو هيستنى لغاية لما ايه بقى؟ ننام في الشوارع ولا ايه؟ فابتدي عدو الخير يزود لك الإحساس بالمشكلة. نقطة أخيرة بتزود إحساسنا بالمشكلة بصراحة احنا مسؤولين عنها كأولاد ربنا، هو اختفاء المسيح من المعادلة. احنا ما بقيناش شايفين ربنا كفاية، ما بقيناش نتكلم معاه كفاية. يعني بنتكلم عن المشكلة مع الناس بالرغم ان احنا المفروض نتكلم مع ربنا عن المشكلة. فحكاية اختفاء المسيح من المعادلة بتطفي حتى جوه الانسان روح الرجاء والامل، فيزيد احساسه بالمشكلة، لان كل الكلام اللي بيسمعه كلام سلبي وربنا مش شايفه، وابتدى يشغل عقله في امور بصراحة انا شايف انها اكبر من عقله. طيب برضو نعمل ايه؟ ده كل ده تشخيص مش علاج. انا معاكم، وعشان كده بقول لكم صباح الخير، نكمل بكره.